بس في تفصيله بسيطه قوي غيرناها في شكلنا في الماتش ده. كوت ديفوار طريقه دفاعها كانت 4-4-2، واحنا دايما كنا بنخلي شوقي ارتكاز على الدايره وقدامه احمد حسن وابو تريكه. بس في النهائي عملنا حاجه تانية، احنا بمنتهى البساطه خلينا احمد حسن ينزل هو جنب شوقي، وابو تريكه بس اللي هيبقى قدام في المساحه اللي بين خط النص وخط الدفاع. طب ليه يا كابتن حسن هتعمل كده؟ قال لك لان الارتكازين بتوع كوت ديفوار لما يشوفوا اي حد عايز يلعب في المساحه دي هيقرفوه ويفضلوا مان تو مان معاه، فانا هرجع احمد حسن جنب شوقي، منها ابعد احمد حسن عن الخناقه بتاعه المان تو مان دي، ومنها المسافه بين خط الدفاع وخط النص تزيد فيستغلوها المهاجمين بتوعي وكمان يستغلها ابو تريكه. وبص بقى، هي دي الفكره اللي احنا كنا عايزين ننفذها لما تبقى معانا الكره على الارض. مهاجمين كوت ديفوار مرحلين عشان الضغط، فالمسافه كبيره قوي من اليمين للشمال والكره بتوصل لوائل جمعه. معاه مساحه يزيد فيها بس كان ممكن يزيد اكتر، والاستلامه دي هتسهل علينا كتير. فاحمد حسن ساقط استلم، وائل جمعه دخل في المساحه سلم لابو تريكه ما بين الخطوط، ابو تريكه لف بوش رجله لعماد متعب. كانت هجمه خطيره بس التنفيذ ما كانش احسن حاجه. هي دي بالظبط الفكره اللي احنا كنا عايزين نعملها، ان احنا نسحب خط النص وخط الهجوم بتاع كوت ديفوار ونكبر المساحه ما بين خط الدفاع وخط النص، نحاول نطلع بيها بالكوره على ابو تريكه، وبعد كده يحصل التحول في التلت الاخير بتاع كوت ديفوار.